مركز الصحراء للدراسات الإنسانية والاجتماعية، معاً لبناء الإنسان وتنمية المجتمع. تأسس مركز الصحراء للدراسات الإنسانية والاجتماعية بمدينة العيون، عاصمة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، للمساهمة في مسيرة البناء والنماء والتقدم والتنمية جهوياً ووطنياً ودولياً، وذلك من داخل اختصاصاته العلمية ومهامه البحثية، من خلال إحداث حركة فكرية وثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والانفتاح على المجال الوطني والدولي من خلال عقد شراكات أكاديمية مع مختلف الفاعلين، من أجل نشر المعرفة بكل أبعادها التربوية والاجتماعية والدينية والاقتصادية والحقوقية والسياسية، من خلال تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية وندوات ومؤتمرات علمية من أجل ترشيد السياسات ورسم الاستراتيجيات بأسس علمية وأكاديمية وبتجليات تنموية. المشاريع العلمية لمركز الصحراء للدراسات الإنسانية والاجتماعية: يسعى المركز إلى إثراء المكتبة المحلية والوطنية والدولية ببحوث علمية رصينة تلتمس قضايا العصر ومتطلبات الواقع. من أهم المشاريع العلمية للمركز مشروع علمي موسوم به سلسلة الدراسات والأبحاث، حيث جاء الإصدار الأول للمركز موسوم به الإنسان بين الرؤية القرآنية والوضعية للدكتور محمد علي الجماني. الإصدار الثاني للمركز موسوم به السياسة والأخلاق نحو رؤى واقعية تأليف الدكتور ياسين باهي. الإصدار الثالث للمركز مؤلف جماعي موسوم به أهل الصحراء وجائحة كورونا وسؤال القيم الدينية والوطنية تنسيق وتقديم الدكتور محمد علي الجماني. الإصدار الرابع للمركز موسوم به الرهان الصوفي في السياسة الدينية للمغرب تأليف الدكتور عثمان سيلوم. الإصدار الخامس للمركز أعمال الندوة الوطنية المنظمة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة الداخلة الموسومة به اللغة العربية واللهجة الحسانية الأصول والتعالق والامتداد تنسيق الدكتور مجدي حاج إبراهيم، الدكتور أدهم محمد علي حموية، الدكتورة وردة البرطيع، الدكتور عثمان سيلوم، بالإضافة إلى إصدارات قيد الطبع. الإصدار السادس للمركز موسوم به ثقافة التسامح بالصحراء المغربية تأليف الدكتور ياسين بن روان. الإصدار السابع للمركز موسوم به المرأة الصحراوية القيم الثقافية ورهان التنمية تأليف الأستاذة الباحثة غلي السويح. الإصدار الثامن مدينة العيون القطب الصاعد بالأقاليم الجنوبية التوسيع الحضري والاستراتيجيات التنموية تأليف الدكتور محمد أعمر. الإصدار التاسع مدارسة في الحسانية وشعرها بحث في الأصول وتأمل في المشكلات تأليف الدكتور عثمان سيلوم. الإصدار العاشر حقوق الإنسان بين الديانتين اليهودية والإسلام مقاربة في حقوق المرأة تأليف الدكتورة فرحانة شكرود. الإصدار الحادي عشر الوسطية في الإسلام الأسس والخصائص الدكتور محمد علي الجماني. ووفاءً لمبدأ إتاحة المعرفة للجميع وتقريب إصدارات المركز للباحثين من عموم المثقفين والمختصين، قرر مركز الصحراء للدراسات الإنسانية والاجتماعية إتاحة جميع إصدارات المركز في صيغتها الإلكترونية PDF بصفة مجانية لعموم القراء من خلال تواريخ محددة لكل إصدار على الموقع الرسمي للمركز centersahara.com. وفي الختام ننقل لكم تحيات مركز الصحراء للدراسات الإنسانية والاجتماعية.